يا مساء الهنا والسعادة عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو سهل وبسيط. النهاردة هنعمل البانيه بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمله من غير بيض ولا فيجيتار ولا زبادي ولا لبن، ونعمله بأسهل طريقة. تمام. أنا معايا نص كيلو من البانيه، عصرت عليه نص ليمونية وحطيت شوية ملح، وابتديت ان انا اقلبهم في بعضيهم كده وسبتهم يجي 10 دقايق. تمام. قبل ما نخش على طريقه بنات، عايزه بقى لايك وشير وسبسكرايب للي اول مره يشوف قناتي تشجيعا ليا. تمام. صفيت بقى بعد كده، حطيت شويه من الخل. بعد كده رجعت صفيت البانيه وقطعت عليه بصلايه، وحطيت شويه من الفلفل الاسمر، شويه من الكمون، شويه من الملح، شويه من الماجي مرقه يعني. وبعد كده سبتهم يتبلوا يعني بتاع ساعتين كده على حسب ما انت عايزه يعني. ومعايا كوبايه من الدقيق، ومعايا مثلا يجي 3 معالق من الدقيق في الطبق التاني ده. تمام. هنزل بقى برشه من الفلفل الاسمر، رشه هنا ورشه هنا. تمام. انا كده بطعم الدقيق، شويه من الملح هنا وشويه من الملح هنا. مفيش اسهل ولا ابسط من ايه يعني من كده. شويه من الماجي، شويه هنا وشويه هنا برضو. انا كده بعمل لكم من ايه، بعمل لكم خلطه الفيجيتار بالدقيق. هبتدي ان انا اقلب كده زي ما انتوا شايفين، مش هنستخدم غير الدقيق بس. وابتدي اقلب برضو في الطبق التاني. تمام. عايزه بقى لايك يا بنات عشان طريقه البانيه ديت، طريقه عمل البانيه دي بجد هتعجبكم جدا وموفره جدا. حطيت شويه من الكمون هنا وشويه من الكمون هنا، وبرضو نزلت بشويه من المرقه هنا وشويه من المرقه هنا برضو. تمام. انا كده بطعم الايه الدقيق. هنزل بقى معلقتين كبار كده من النشا، وده سر بقى الوصفه بتاعتنا. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بقى معلقه من الكركم، شويه هنا برضو وشويه هنا زي ما انتوا شايفين كده. بجد هيطلع معانا احلى بانيه يا بنات، واحلى تتبيله. مفيش اروع ولا اسهل من كده. تشجيعا بقى شجعوني بقى، وعايزه لايكات لايكات. شويه بقى برضو من الكركم هنا وهنا، هيطلع معانا احلى بانيه بجد حكايه. زي ما انتوا شايفين كده بقلب. هبتدي بقى اللي انا انزل بشويه من الميه في الطبق اللي هو ايه، الطبق اللي انا حاطه فيه الدقيق قليل ده. انا كده يعني ده بديل للبيض وبديل للبن وبديل للزبادي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ان انا اقلب كده لغايه ما الخليط يختلط معايا. وهنزل بشويه برضو من الميه كمان، يعني بتاع 3 معالق 4 معالق من الدقيق بتنزلي عليهم ايه بشويه من الميه. هنزل بقى بمعلقه من البيكنج باودر، وده سر برضو الوصفه بتاعتنا. بصوا طول ما انتوا بتتفرجوا على الفيديو هتشوفوا اسرار كتير. ابتدي اقلب برضو زي ما انتوا شايفين. بعد ما طبعا ما نزلت بالبيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر، فضلت اقلب كده كويس جدا كده. عملت احلى فيجيتار في البيت. عايزه بقى تحطي شويه من الشطه يعني، حطي براحتك لو انت حابه اللي يكون حار. طبعا البانيه دوت زي ما انا قلت لكم، بعد ما سبته يتبل هنزل بقى عليه بالايه، بالخلطه اللي انا عملتها ديت. الخليط اللي انا عملته ده هنزل بيه كده عليه بالبانيه. انت عايزه تتبلي البانيه تسيبيه ساعه، تسيبيه نص ساعه، زي ما انت عايزه تتبليه من قبلها بيوم براحتك. تمام. دي اللي انا بقلب كده زي ما انتوا شايفين. انتوا حابين ان انتوا تحطوا البهارات اللي انتوا عايزينها او التوابل اللي انتوا عايزينها براحتكم. انا حطيت فلفل اسمر وكمون ومرقه وشويه ملح بس، وبصل، وتوم بودر قصدي. والبصل حطيت بصل اللي هو ايه، قطعت بصلايه زي ما انتوا شايفين كده على البانيه. سيبته بقى، ممكن تسيبيها بقى بتاع نص ساعه ولا ربع ساعه. بعد كده بقى هاخد من اخد كده وقطع من البانيه، وابتدي بقى اللي انا بغلفها بالفيجيتار اللي انا عملته في البيت بالدقيق دوت، الدقيق اللي انا طعمته قدامكم. تمام. ببتدي ان انا بغلف كده قطعه البانيه. عايزه بقى انت تحطيها في ميه وترجعي تاني عشان تعملي طبقه كويسه على البانيه براحتك، بس انا يعني اكتفيت بطبقه واحده بس. يعني ممكن انت بعد ما بتغلفيها كده، بتغلفي قطعه البانيه كده بالدقيق، ممكن تروح مسقطاها في شويه ميه، وبعد كده تروح مرجعها تاني ايه برضو للدقيق تاني. تمام. بس انا زي ما انا قلت لكم اكتفيت بايه، بطبقه واحده. بجد يا بنات هيطلع احلى بانيه. كملوا الفيديو لغايه الاخر هتشوفوا احلى بانيه.
طبعا انا غلفت كام قطعة كده من البانيه، وبعد كده بقى يلا بقى بينا على الطاسة كده على النار فيها زيت سخن. تبتدي بقى انت بتنزلي كده بقطع البانيه زي ما انتوا شايفين يا بنات. والله طلع بانيه تحفة تحفة تحفة. احنا كده وفرنا اللبن، وفرنا الزبادي، وفرنا الفيجيتار، ووفرنا البيض زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي اللي هو بياخد لون من هنا بروح قلبها على الجنب التاني. ايه الجمال ده، يا جماله يا جماله. دي طبعا ان انا هجيب بقى ايه طبق واحط فيه مناديل زي ما انتوا شايفين كده، عشان اللي هو ايه لو يعني يمتص الزيت من البانيه زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي اللي انا بقلب كده، كل ما بياخد تغليفه بروح مقلبها. تحس ان البياعين كلها بتعدي وانا بسجل الفيديو. ما علينا. طبعا انا كملت تغليف القطع البانيه اللي كانت باقيه كلها. انتوا لو حابين يعني ان انتوا تغلفوا وتحطوهم في الفريزر وتطلعي تقلي على طول، تمام مفيش مشكله. حابه اللي انت تقلي على طول برضو مفيش مشكله، اللي انت عايزاه يعني اللي انت تحبيه يعني تعمليه. تمام. انا غلفت كل كميه النص كيلو بانيه كله غلفته وهقليه كله طبعا زي ما انتوا شايفين. بالطريقه غلفته بالطريقه اللي انتوا شفتوها ديت. وده كان شكل البانيه بعد ما انا غلفته. يلا بقى نروح نكمل آلية البانيه. طبعا ببتدي بقى ان انا ايه يعني بطلع اللي هو استوى، وبطلعه طبعا في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. بطلع كده على يعني بطلع القطع البانيه في طبق محطوط عليه مناديل عشان ايه يمتص بواقي الزيت يعني. تمام، يمتص الزيت الزيادة. ده كان شكل البانيه بتاعنا. بصوا بقى بجد تحفة تحفة بجد يعني. مش هقدر اقول لكم بجد طعمه جامد جدا، وكمان توفير 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 عالي جدا. بص انت لو بصي يعني احنا موفرين اللبن وموفرين الزبادي وموفرين البقسماط وموفرين الفيجيتار، موفرين حاجات كتيرة جدا جدا. تمام. ده كان شكل بنات البانيه بعد ما قليت كل الكمية اللي انتوا شفتوها. قليت كمية النص كيلو كلها. عندك خضرة بقى حطي، عندك يعني خضرة حطي، عندك خيار حطي، المتاح ليكي. ويلا بقى بينا محمد هيوريكم. بص بقى البانيه عامل طبقة ازاي، بجد احلى طبقة. طبقة جميلة جدا وكان طعمه تحفة. يا رب يكون الطريقة بتاعت البانيه دي عجبتكم ويكون سهلة، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. عايزاكم بقى يا بنات تشجعوني، متنسوش بقى منة اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم.